من كتكون صغير وكتبدا تفهم شي شويه، اول حاجه كتسمع من عند والديك هي ان الله سبحانه وتعالى راه كيشوفك وكيسمعك. يعني الا قلتي شي حاجه ولا لا كذبتي، ربي سبحانه وتعالى راه عارفك شنو كدير. هاد الهضره هادي كتبدا تكبر معاك، وكل ما كبرتي كتستحضر مراقبه الله سبحانه وتعالى عليك. واخا الانسان اللي كيبدا يكبر شويه مره كيخطأ ومره كيصيب، ولكن دائما كيستحضر المراقبه الله سبحانه وتعالى عليه حتى نهار كيقبض الطريق اللي كترضي الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش الشباب في هذا الفيديو هذا كاين واحد القصه غادي تزيد تبين لك المعنى الحقيقي ديال مراقبه الله سبحانه وتعالى لينا، والفضل ديالها العظيم علينا حنا بالدرجه الاولى. داكشي علاش خليك معايا في هذا الفيديو، غادي تعرف بزاف وغادي تفهم بزاف د الحوايج. القصه ديالنا الشباب كانت في هذه الخلافه ديال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في هاد الوقيته هادي كانت واحد المراه كبيره عايشه هي وواحد البنت ديالها في واحد الدار. واحد النهار سيدنا عمر رضي الله عنه كان غادي بالليل كيدور كيشوف الاحوال ديال الناس، غادي يسمع الهضره ديال هاد المراه الكبيره مع بنتها كتقول لها: ابنتي زيدي الماء على اللبن، هاد المره راه جانا قليل باش من نبيعوه غدا ان شاء الله الناس ما غتردش البال. لان ديك المراه وبنتها كانوا كيعيشوا على بيع اللبن. هنا ديك البنت غادي تقول للام ديالها: هادشي راه حرام، وربي سبحانه وتعالى مطلع علينا، وراه هادشي اللي غنديرو لا يجوز، خاصنا نخليو اللبن بوحدو ما نزيدوش عليه الماء. هاد الهضره هادي سمعها سيدنا عمر رضي الله عنه ومشى بحالو، ولا غد ليه غادي يصيفط واحد اللي غادي يتاكد من الجوده ديال ديك اللبن واش فيه الماء ولا لا، وغادي يشوف ديك البنت واش سمعت الهضره ديال امها وزادت الماء، ولا انها استحضرت المراقبه الله سبحانه وتعالى. هذاك اللي كان كيراقب غادي يتاكد ان ديك اللبن ما فيهش الماء، وغادي يشوف ديك البنت انها كتبيع ديك اللبن بواحد الثمن اللي قليل، واللبن كان عندها قليل بزاف. هادشي اللي شاف رجع وقالوا لسيدنا عمر رضي الله عنه. هنا سيدنا عمر رضي الله عنه غادي يختار واحد من الولاد ديالو ويزوجو بديك البنت هذيك. السبب انها كانت كتستحضر المراقبه الله سبحانه وتعالى. هاد القصه الشباب كتبين ان القيمه ديال مراقبه الله سبحانه وتعالى لينا كبيره بزاف، وعندها النفع علينا حنا بالدرجه الاولى. وربي سبحانه وتعالى فان لم نكن نراه فانه يرانا. يعني اي حاجه كنا غنديروها ربي سبحانه وتعالى مطلع علينا، اي حاجه غنقولوها ربي سبحانه وتعالى كيسمعنا. كنخطئوا كنطيحوا كنديروا بزاف د الحوايج، ولكن دائما نرجعوا لعند الله سبحانه وتعالى نتوبوا ليه، لان حنا ماشي ملائكه وضروري خاصنا نخطئوا باش نستغفروا الله سبحانه وتعالى. غير هو من نخطئوا نرجعوا ما نتماداوش في الخطا، وربي سبحانه وتعالى غفور رحيم. ونتمنوا من الله يغفر لينا ويتوب علينا ويتقبل الاعمال ديالنا. اذا الشباب وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى يعجبكم ونتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. وكما كنقول ديما ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع لي زامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك كندير شي حاجه زوينه. كان معكم خوكم عبد الاله عزوزي، السلام عليكم.